مدد يا سيدي الأباري الله يسولك يا بلدنا يا غالية وترابي اسكندرية أم الخفة عالبحر الأبيض تفاح احمد عمر الشباب ماذا تختار؟ ولو انت مكانه قلت بص تعمل ايه؟ هل هتعتمد على التوفيق؟ يا ام الخف عالبحر الابيض تفاح هات الشبك حل الدفا ويلا بينا الملاح ويلا بينا هل تلعب في المنطقه الامنيه ويبقى معاك 14 ثانيه؟ لو مكان احمد عمر تكتب نادي الاتحاد السكندري معاك 24 ثانيه. طبعا يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيدي الأباس الله يسولك يا بلدنا يا غالية وترابي خالي شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيدي الأباري الله يسولك يا بلدنا يا غالية وترابي خالي اسكندرية ام الخف عالبحر الابيض تفاح هات الشباب حل الدفا ويلا بينا الملاح ويلا بينا ويلا بينا يلا بينا ويلا بينا في بلد الرجاله الى عين شاله بلد الرجاله أبي العين من شاله كرموز والحضرة ودربالة راجب وابو يروي سيالة كرموز والحضرة ودربالة راجب وابو يروي سيالة بطولة السوبر دوري السوبر 23 24 يجمع بين بطولتي الدوري والكاس الاتحاد السكندري نادي الجيزة سيادة فنية مصرية مواجهة أسبانية أولى يحرز أمامها الثروة الأولى أحمد عادل عبد الهادي واحد من نجوم الشباك سفير السعادة اللي سابق الاتحاد السكندري ويرجع في إعراض الرمية الحرة الثانية النتيجة معبرة والصورة قبل التعليق ادي امامي وبالاطراف الامامي يسجل نقطتين 76-70 تنطلق صفيرة نهاية اللقاء. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة البوكس في كل مكان وفي الروح الرياضية ومصافحة وادي براندون متأثر حظ اوفر للنادي الاهلي في اللقاءات او البطولات القادمة. الاتحاد السكندري يفرض سيطرته ويفوز وينهي اللقاء لصالحه. ودي عمر طارق الكل متأسف. خلاص عندنا مهمة قومية مع المنتخب المصري لكن فرحة الاتحاد السكندري ورئيسه وجماهيره وأعضاء مجلس إدارته. هذه أنس أسامة الاستقبالات للمناظرة الجماهيرية للنادي الأهلي لكن ما بينهم هذه اللاعبين نادي الاتحاد السكندري عبد الرحمن خالد وعلي الكوفي مايكل ديكتور باسل الريسي احمد ابو العلا ياسر صالح يوسف شحاته يوسف سوسه ويوسف طه من مواليد 11 12 66 احمد عاطف
المصري لكرة السلة درع بطولة الدوري. وادي المداعبة كده هيثم كمان كابتن الفريق هو المفروض يعني عايز يتسلم. كابتن فريق نادي الاتحاد السكندري يتسلم درع دوري السوبر 23-24 والاسطوره التذكاريه التي سيقلدها التاريخ لنادي الاتحاد السكندري ولاعبي نادي الاتحاد السكندري بطل هذا الموسم الاتحاد السكندري. مبروك لسله الاتحاد السكندري ومبروك لجماهير اسكندريه العاشقه لكره السله المصريه وفرحه بالكلام لسله الاتحاد الذي عاد لمنصات التتويج عن طريق البطولتين الكاس والدوري 23-24 يجمع بين البطولتين. النادي الاهلي يفوز بدوري المرتبط وكاس السوبر لهذا الموسم والاتحاد السكندري يفوز ببطولة الكاس كاس مصر وبطولة الدوري السوبر ويحق للاتحاد السكندري المشاركة في بطولة بال فايف القادمة لحصوله على دوري السوبر البطولة الأفريقية بمسماها الجديد للأندية أبطال الدوري. مبروك للاتحاد السكندري